عمرك شفت شخص عنده حلم واحد بس هو اللي بيحركه وبيخليه عنده إصرار وعزيمة عشان يقدر يحققه ويفضل يتمرن ويحافل لأنه عارف إن الحلم ده هو الحاجة الوحيدة اللي هتخلصه من كل مشاكله، ولما يقرب منه جدا ويفضل له خطوة واحدة بس عشان يرتاح أخيرا تيجي ضربة واحدة بس وتضيع له كل اللي هو بناه. دي الحكاية اللي احنا هنشوفها في فيلم مليون دولار بيبي. بيبدأ فيلمنا باتنين بيعجنوا في بعض جوه حلبة الملاكمة، والراجل الأسمر بيكون هو المهزوم. فجأة بنسمع صوت الراوي اللي هو بالمناسبة مورجان فريمان، وبيتكلم عن المدرب ده على إنه أحسن واحد بيعالج جروح في عالم الملاكمة، وإنه بدأ التدريب والإدارة في الستينيات لكن لحد دلوقتي مفقدش موهبته. بعدها بيعالج اللاعب بتاعه وبينزل الحلبة وبيكسب الولد اللي كان بيلعب ضده، وفي نفس الوقت بتكون في بنت بتتفرج عليه من فوق ومبهورة جدا باللي شايفاه من المدرب ده. بعدها بينزل المدرب اللي اسمه فرانكي عشان يمشي، فبتروح له البنت واسمها ماجي وبتعرفه بنفسها وتقوله انها معجبة بيه جدا وعايزاه يدربها على الملاكمة، لكن فرانكي ما بيكونش مهتم وبيقولها انه مش بيدرب بنات وبيمشي. وفرانكي اصلا بيكون عنده مشكلة مع البطل اللي بيدربه، وهي ان مش عايزه يدخله منافسات بطولة العالم لانه شايف انه لسه مش جاهز. بعد كده بننتقل لسكراب، وسكراب ده بيكون هو اللي بيدير الصالة بتاعت فرانكي، وبيكون واقف مع شاب اسمه دينجر، شاب غلبان ونفسه يبقى بطل ملاكمة، وبنفهم ان قدراته العقلية محدودة شوية لكنه من الشخصيات المهمة جدا في رسالة الفيلم وهنشوفه ده قدام. بعد كده بيجي فرانكي الصالة وبيكون متضايق من دينجر ومش عايزه يتدرب في الصالة، وده اللي كان بيقوله لسكراب باستمرار. وبعدين بنشوف البنت اللي اسمها ماجي بتيجي تتمرن لوحدها في الصالة، وفرانكي بيشوفها فبيروح لها ويقول لها انتي بتضيعي وقتك وانا مش بدرب بنات. ومن طريقة كلام ماجي بنفهم انها بنت غلبانة جدا والدنيا مش مديالها حاجة بسهولة، لكن عندها اصرار كبير جدا، فبتقوله انها كانت متوقعة انه ممكن يغير رأيه. لكن فرانكي بيرد عليها ويقول لها ان في مدربين كتير بيدربوا بنات وانها تقدر تروح لاي واحد منهم، وتقوله انها مش محتاجة كل دول، انا محتاجاك انت بس. ودي حاجة غريبة جدا بالنسبة لي، اول مرة اشوفها. كنت دايما في افلام الملاكمة تلاقي المدرب بيشوف البطل بتاعه عنده موهبة والمقدرة وكل الكلام الكليشيه ده اللي كنت بتشوفه في اي فيلم تاني، بس هنا لأ، حرفيا انت جايلك شخص فاشل عايزك تعلمه في الملاكمة. يعني مثلا البنت ما تعرفش اي حاجة عن الملاكمة، هي مش عارفة ازاي اصلا تقف قدام كيس الملاكمة وتتدرب بطريقة الصح، هي بس عندها الحلم والاصرار الكبير انها تقدر تتعلم وتنجح كويس لو فرانكي دربها. بس طبعا فرانكي بيسيبها وبيمشي. بعد كده بنشوف نبذة عن حياتها وبنعرف ان هي شغالة ويتر في مطعم، وانها مشيت من منطقتها وراحت عايشت لوحدها عشان تشتغل وتعمل فلوس، وراحت عاشت في بيت صغير واشتغلت، وكانت دايما بتوفر تمن الأكل وبتاخد اللي بيتبقى من المطعم من أكل الزباين عشان تقدر تحوش فلوس وتشترك في النادي بتاع فرانكي. بعد كده بيجي تاني يوم وماجي بتتدرب وفرانكي بيشوفها تاني، فبيدخل لسكراب المكتب ويقول له رجع لها فلوسها وقول لها تمشي، لكن سكراب بيقول له انت متأكد البنت دي دفع لمدة 6 شهور؟ قال له خلاص سيبها، انت الوهلة بتحس ان هو شخصية شريرة لكن هتغير رأيك تماما قدام. المهم ماجي بالإصرار اللي عندها كان بيخليها تتمرن طول النهار لغاية بالليل، فسكراب بيسمع صوتها وهي بتتدرب فبتصعب عليه وبيروح يقول لها شوية نصايح. وبنعرف إن سكراب مش مجرد عامل نظافة في المكان أو المسؤول عنه، ده كان ملاكم قديم زمان بس من بعد ما اتصاب في عينه مبقاش بيلعب. وسكراب بيقول لها لو عرفتي تتدربي على الكيس ده هتعرفي تتدربي على كيس ملاكمة سريع، وبيقول لها عندك واحد صح، لكن بتقول له لأ، فبيروح أوضة فرانكي وبيديها واحد من بتوعه، فبتقول له إنها هترجعه أول ما تشتري واحد. المهم الأيام بتعدي وبتروح الصالة تاني علشان تتمرن، وبيجي واحد زميلها بيتريق عليها لكنها بترد عليه وبتكسفه قدام الناس فبيمشي. وبنشوف سكراب بيبص على ماجي وبيكلم فرانكي وبيقوله البنت بدأت تتطور شوية، لكن فرانكي بيلاحظ إنها واخدة الكيس الملاكمة القديم بتاعه، فبيروح علشان ياخده منها، والبنت بتكون كويسة جدا وبتديهوله، لكن بعدها بيكلمها وبيقولها شكلك بنت كويسة وهقولك نصيحة، فبيقولها انت بتضيعي وقتك وان مفيش حد هيدربك لانك كبيرة في السن، هي المفروض عندها 31 سنة. المهم فرانكي بيلاقيها بتزعل كده فبيقرر يرجع لها كيس الملاكمة تاني وبتقول له هرجعه اول ما اجيب واحد. وبننتقل لبيت فرانكي وبنلاقي ان وايلي الملاكم بتاعه جاي يقول له ان هو اتفق مع مدير اعمال يجيب له الماتش عشان فرانكي مأجله من سنين، وبيقول له ما تزعلش انا محتاج اكبر واشوف مصلحتي. لكن فرانكي بيقول له الراجل اللي معاك ده مدير اعمال كويس لكن مدرب فاشل مش هيعلمك اي حاجة، فبيلف ويقول له انت علمتني كل حاجة انا كنت محتاجها يا فرانكي وبيمشي. فرجع مكتبه يشتكي لسكراب ان الملاكمين بياخدوا غرضهم منه وبيسيبوه ويمشوا ويروحوا لمدير اعمال تاني، لكن سكراب بيقوله انت السبب عشان ما اديتهوش فرصته بحجة انك خايف عليه، وده ما ينفعش في عالم الملاكمة. وبنرجع تاني لماجي اللي بتصحى من الفجر ومهتمة بصحتها، وبنشوفها بتبدأ يومها بالجري على البحر،
ومنها لتمرين الملاكمة. وبنشوفها بتصرف الفلوس اللي معاها علشان تجيب كيس ملاكمة، وبنشوف المشهد اللي هي بتطلع فيه الفلوس بطريقة عشوائية كده وبتديها للراجل. بصراحة بحب قوي التفاصيل الصغيرة دي اللي بتخليك تحس ان المخرج والممثل مهتمين بالشخصية بطريقة جيدة جدا. المهم بنشوف فرانكي وهو بيتفرج على اللاعب بتاعه اللي سابه وهو بيكسب بطولة العالم، وبيحس جدا بالندم، فبيروح عشان يتكلم مع سكراب في الموضوع. ولما بيطلع من اوضته بيلاقي ماجي بتتضرب، فبيروح لها ويكلمها تاني على انها سنها كبير، على انها تلعب ملاكمة. بس هي فجأة بتتكلم وبتطلع كل حاجة وتقول ان هي بتحتفل بعيد ميلادها ال32، ولغاية دلوقتي هي لسه شغالة في مطعم، وهي بتشتغل من وهي عندها 13 سنة، وان اهلها مش بيسألوا فيها، وبتقول انها مش عايزة ترجع بيت اهلها وهي فاشلة، وان اكتر حاجة بتحبها الملاكمة، وهي عارفة ان لو هو دربها كويس فهي هتبقى بطلة. ففرانكي بيوافق انه يدربها، وماجي بتفرح جدا وبيقول لها اول شرط انك تسمعي الكلام، واول درس كان هو الحركة، لانه لما كان بيشوفها بتتدرب كانت حركة رجليها على طول ثابتة، وبدأت تتدرب كتير جدا لدرجة انها كانت بتتدرب اثناء الشغل بتاعها ومستواها بيتقدم طول الوقت. وفي يوم بعد ما خلصت التدريب فرانكي بيدخلها مباراة تجريبية كده في النادي، وبعدها بينادي عليها وبيقول لها على العيوب اللي هي بتقع فيها، فبتسأله وبتقوله ان هي كده ممكن تشترك في مباراة حقيقية صح. لكن فرانكي نادى على وكيل اعمال موجود عنده في الصالة وعرضها عليه، لانه ما كانش عايز يكرر اللي حصل له من وايلي الملاكم بتاعه التاني. وماجي طبعا بتزعل جدا من فرانكي لانه سابها، لكنها كملت وراحت مع الوكيل الجديد، وهو اصلا بيكون مدرب فاشل وعايزها يخسرها الماتش علشان يكسب الرهان. لكن فرانكي ما سابهاش وكان بيتفرج عليها من بعيد، لكنها كانت بتخسر عشان المدرب ده كان بيوجهها غلط. ففرانكي بينزل لها بسرعة علشان يوجهها، وده اللي بيخليها تطرد المدرب بتاعها التاني وترجع لفرانكي، فبيوجهها كويس وبتنزل الحلبة وبتكسب على طول. ومن هنا فرانكي ابتدى يكون مدير أعمالها الفعلي، وبدأ يتابعها وبدأت تدخل ماتشات كتير، وكانت بتكسبها بالضربة القاضية من أول جولة. وده سبب إن فرانكي ما كانش عارف يدبر لها ماتشات زيادة، لأنها كل ما كانت بتدخل الحلبة كانت بتكسب في كام ثانية، وزمايلها بقوا بيخافوا منها واسمها بقى معروف. ففرانكي اضطر انه يرشي وكلاء الاعمال علشان يجيب لها ماتشات اكتر. وفي مرة لعبت مع واحدة قوية وكانت مش عارفة تكسبها وبتكسر لها مناخيرها، والحكم كان هيوقف الماتش، لكن فرانكي استغل موهبته علشان يرجع لها العظم مكانه في لحظتها، وقال لها قدامك اقل من دقيقة ومناخيرك هتنزف. لكن اول ما قامت كسبت البنت ووقعتها. بعد كده راحوا المستشفى علشان يعالجوها، وبعد كده رجعت للماتشات تاني وفضلت تكسب لحد ما جالها عرض انها تلعب مع بطلة العالم اللي قدامكم دي. والشخصية دي اشتهرت انها ما عندهاش شرف في اللعب وقاسية جدا، علشان كده فرانكي رفض ان ماجي تلعبها خوفا عليها منها. وتاني يوم ماجي بتتمرن وبيجيلها سكراب وبيقول لها تعالي نطلع نتكلم في اي مكان، ووداها مطعم علشان كان جايب لها مدير اعمال جديد، لانه حس انها مش هتاخد فرصتها زي ما حصل مع الملاكم التاني اللي كان بيدربه فرانكي. فسكراب عمل كده علشان يخليها تلاعب البنت دي وتاخد اللقب، لكن ماجي راحت لمدير الاعمال ده وقالت له ان ده مش هيحصل وانها مش هتسيب فرانكي. وكان في الوقت ده اصلا فرانكي عنده بنت مش بتسأل عليه، لكنه بيبعت لها جوابات كتير وهي مش بترد عليه. وبعد كده راح لماجي وكان عامل لها مفاجأة، وقال لها انه وافق انها تلاعب بطلة العالم دي، وفرحت جدا وبدأت تتدرب، وجاب لها روب جديد مكتوب عليه مو كشلة، ولسه هنعرف معنى الكلمة دي بعدين. واشتهرت بالاسم ده وبدأت تلعب ماتشات تانية وتكسبها علشان توصل للنهائي. وبعد كده بيجيلها مدير أعمالها وبيقابل فرانكي، وإنه عايز الاتنين يلعبوا مع بعض مقابل نسبة 50% من الأرباح اللي هي $1,000,000. وفرانكي بيروح يقولها علشان تستعد. وبعدها بيوم ماجي أخدت فرانكي وراحت علشان تزور أهلها، وقابلت أمها وودتها لغاية بيت كده، وقالت لأمها إنها اشترت لها البيت ده، لكن أمها زعقت لها لأن المعونة اللي بتجيلها هتنقطع عنها. وده مشهد رخم جدا بصراحة، لأنهم مش بيسألوا فيها، وماجي علشان بتحبهم اشترت لهم البيت ده وهم متضايقين منها، ولكن ماجي بتقول لهم إنها هتبعت لهم فلوس كل شهر ومش هتخليها تحتاج أي حاجة. وفرانكي طبعا كان واقف بعيد وشايف كل حاجة. بعد كده فرانكي وماجي بيمشوا وبيجي تاني يوم وبيسافروا علشان بطولة العالم. بعد كده بننتقل لسكراب وهو في الصالة وداخل ينظف، وساب الملاكم دينجر كان واقف بيتدرب مع الملاكمين التانيين، ودخلوا دينجر الحلبة وقعدوا يضربوا فيه لغاية ما سكراب سمع صوتهم وراح لهم ومنع الولد اللي بيضربه دينجر وزقه. وسكراب بياخد من دينجر القفازات وبيضرب الملاكم اللي كان بيضربه بيوقعه على الأرض، وبعد كده بيلف ما بيلاقيش دينجر وبيلاقيه مشى. بعد كده بنشوف فرانكي وماجي بيستعدوا علشان السفر، وفرانكي بيسألها نروح بالطيارة ولا بالعربية، فبتقوله نروح بالطيارة ونرجع بالعربية.
وبيسافروا وبيوصلوا ألمانيا، ودخلت الحلبة وكل الجماهير بتهتف باسم مو كوشلا لأنهم مش بيحبوا البنت التانية علشان أخلاقها في الملاكمة. وبيدخلوا هما الاتنين الحلبة ونشوف ماجي والبنت التانية. المهم الماتش بيبدأ بشوية مناوشات خفيفة كده ما بينهم، ولعب البنت دي بيكون واضح جدا انها فعلا ما عندهاش اخلاق في اللعب. وماجي بتتصاب وفرانكي بيعالج المكان اللي اتعورت فيه وبيقول لها قربي منها اكتر عشان تديها القضية بتاعتك. وماجي بتتحمس وتدخل تاني الحلبة وبتضربها كتير جدا في الجولة التانية، بس البنت ضربتها جامد في عينيها وماجي عينيها بتتقفل وبقت بتلعب بعين واحدة. وفرانكي بيقول لها اضربيها في اضعف مكان فيها، وبتعمل كده وبتضربها جامد. وماجي اخدت نقط كتير جدا وقربت قوي من اللقب والجولة بتخلص، لكن مرة واحدة ومن غير اي مقدمات البنت دي بتضرب ماجي ضربة غير قانونية، وماجي بتقع على الكرسي وبتتخبط جامد في رقبتها وبتتكسر وراحت المستشفى والقصبة الهوائية بتاعتها بتتكسر وبقت بتتنفس بأنبوبة أكسجين. وهنا بيتضح إن الفيلم طول الوقت ما كانش بيتكلم عن الملاكمة، لكنه كان بيتكلم عن الحياة. ممكن مثلا شخص عنده أحلام وخلاص جاتله الفرصة إنه ينفذها وفاضله خطوة واحدة بس، لكن كل ده ممكن يضيع في لحظة. ومش لازم الموضوع بس يبقى عن الملاكمة، بس ممكن يبقى عن أي حلم أو أي طريق في الحياة. ومش لازم النهاية تكون نجاح، ساعات القدر بيكون كاتب الفشل وساعات بيكون كاتب الموت. وفي الآخر مهما الإنسان حاول فيه حاجات بتحصل لأنها ببساطة كان مكتوب لها من البداية. المهم بنرجع لماجي ونشوف ان فرانكي قاعد معاها في المستشفى طول الوقت، وبعدها سكراب بيجيلها وبتقوله انها عرفت انها اتشلت ومش هتقدر تتحرك تاني، وانها ندمت لانها ما سمعتش نصيحة فرانكي اللي كان دايما بيقول لها احمي نفسك جوه الحلبة وما تديش الامان لحد. بعد كده بنشوف فرانكي بيتكلم مع اهلها لكن مش بيردوا عليه برغم انهم كانوا في نفس البلد وعارفين اللي حصل لها، وفضل فرانكي يهتم بماجي. وماجي بيجيلها قرحة في الجلد من قلة الحركة، ففرانكي قال لها على مكان أحسن يرعاها بشكل أفضل، وبيسافروا بالطيارة وبيرجعوا بالعربية زي ما قالوا لكن بعربية الإسعاف. وبيوصلوا المكان اللي واضح إنه أفضل بكتير، وماجي علشان بس يحركوها من السرير كانوا بياخدوا بتاع 3 ساعات. وفرانكي بيقعد معاها وبيسليها على طول، لكن مرة واحدة بيجيلها أهلها وهم لابسين لبس غريب وكانوا بيتفسحوا، وفرانكي ما كانش راضي يدخلهم كده علشان نفسيتها ما تتعبش، لكنهم دخلوا وفرانكي شاف أمها وهي بتحاول تمضيها على كل أملاكها، وكان بيحاول يتدخل علشان يساعدها لكن ماجي قالت له خليك دلوقتي بره. وأمها طبعا كان همها بس إنها تمضيها على كل حاجة، لدرجة إنها كانت بتحط القلم في بقها علشان تمضيها لأنها ما كانتش بتعرف تتحرك. وماجي بتقول لهم لو كنت اعرف انكم هتعملوا معايا كده ما كنتش طلبت انكم تيجوا، فبتقول لهم يمشوا لانهم مش عايزه تشوفهم تاني. تخيل العيله دي وصلت معاهم لكده لان لما شافوا ماجي انها بقت معاها فلوس ومع ذلك ما نسيتهمش، مع انهم ولا مره دعموها ولا كانوا بيسالوا عنها، وجايين وهي دلوقتي بتموت عايزين ياخدوا فلوسها ومش مهتمين بصحتها. بعد كده ماجي بيجيلها مرض في الرجل ولازم يقطعوا رجليها قبل ما ينتشر في جسمها. ولما كان فرانكي قاعد معاها في المستشفى سألته على الاسم اللي كان بيسميها بيه، وقالت له يعني ايه مو كشلة، قال لها كرة عيني. بعد كده ماجي بتطلب من فرانكي انه يموتها لانها زائد خلاص، لكن طبعا بيرفض وبيستنى لما تنام وبياخد نفسه وبيروح البيت. وبعد كده فرانكي بيلاقي انه بيجيله تليفون من المستشفى بيقولوله ان ماجي عضت لسانها لحد ما قطعته، ولكن الدكاترة بيحاولوا يوقفوا النزيف ودي بتكون اول محاولة انتحار منها، وادوها مهدئ لحد ما نامت. ولما اطمن عليها راح البيت ورجع لها تاني يطمن عليها كالعادة. ولما كان قاعد لوحده سكراب جاله قاله انت عملت اللي عليك معاها وما تشيلش ذنبها لاننا كلنا معرضين للحوادث في اي لحظة، وكفاية انك اديتها الفرصة اللي ما اديتهاش لحد. وبعد ما خلص كلام فكر كتير وراح لماجي علشان اقتنع ان الموت افضل حاجة ليها، وبيحط لها محلول علشان يخليها تموت من غير ألم. وفرانكي طبعا بيزعل جامد وبيمشي ومش بيكون اي حد عارف هو راح فين. وفي الوقت اللي ماجي استسلمت فيه وماتت بيدخل دينجر الصالة وبيكلم سكراب وبيقوله انا اقتنعت بالكلام اللي انت قلتهولي وان اي ملاكم عادي ممكن يخسر مباراة واحدة. وسكراب بيقوله خش استعد عشان فاتك تدريب كتير. وبينتهي الفيلم على كده. اكتر حاجة مميزة في فيلم مليون دولار بيبي انه بيخدعك من اول دقيقة. انت داخل تتفرج على فيلم ملاكمة متوقع تشوف رحلة صعود عادية، واحدة فقيرة بتتمرن وبتعافر وتوصل لحلمها، لكن الفيلم من بداية عمره ما كان مهتم بالملاكمة قد ما كان مهتم بالشخصيات نفسها. الملاكمة هنا مجرد وسيلة بيحكي بيها عن ناس تايهة بتحاول تلاقي معنى لحياتها. ماجي مثلا لو بصيت عليها كويس هتلاقي ان الملاكمة بالنسبة لها ما كانتش رياضة، هي كانت مهرب، كانت الحاجة الوحيدة اللي مخليها حاسة ان ليها قيمة طول حياتها.
محدش آمن بيها، أهلها تقريبا مش مهتمين بيها وشغالة شغلانة تعبانة من وهي صغيرة، فكانت محتاجة حاجة تثبت لنفسها إنها تقدر تعمل حاجة كبيرة. عشان كده كانت مستعدة دايما تضحي بأي حاجة مقابل الحلم ده، وعشان كده برضه فرانكي وافق يدربها في الآخر، مش لأن شاف فيها موهبة خارقة ولا إنها أقوى ملاكمة في العالم، هو وافق لأنه شاف نفسه فيها. شاف شخص متعلق بحاجة واحدة ومش قادر يسيبها. الاتنين كانوا وحيدين بشكل أو بآخر. ماجي ما عندهاش عيلة حقيقية وفرانكي عنده بنت، بس العلاقة ما بينهم مكسورة. فبالتدريج العلاقة ما بينهم اتحولت من مدرب ولاعب لحاجة أقرب للأب وبنته. ودي من الحاجات اللي مخلاني أحب الفيلم جدا، لأنه عمره ما قال الكلام ده بشكل مباشر، لا الفيلم خلاك تحس بده من التصرفات ومن خوفه عليها ومن اهتمامه بكل تفصيلة صغيرة تخصها، من الطريقة اللي كان بيبصلها بيها وهي بتنجح. كمان من الحاجات اللي بحبها جدا ان الفيلم ما بيحاولش يخلي الشخصيات مثالية. فرانكي نفسه عنده عيوب كتير، عنيد بشكل مستفز، احيانا خوفه الزايد كان بيضيع فرص على الملاكمين اللي بيدربهم، لكن العيب ده جاي من الخوف حقيقي. الراجل شاف خسارات كتير في حياته لدرجة انه بقى خايف يخسر اي حد تاني. حتى شخصية سكراب عظيمة جدا، لانك في الاول تحسه مجرد راوي او صاحب الصالة وخلاص، لكن مع الوقت تكتشف انه اكتر شخص فاهم فرانكي، وهو الوحيد اللي بيشوفه من غير القناع اللي حطه قدام الناس. ووجوده في الفيلم مهم جدا لانه دايما بيفكرك ان كل الشخصيات دي عندها جروح قديمة عايشة بيها. ومن اكتر الحاجات القوية في الفيلم ان النجاح نفسه ما تحولش لنهاية سعيدة. اغلب الافلام بتقولك انك لو اجتهدت هتنجح، لكن الفيلم هنا بيقولك حاجة اصعب بكتير. بيقولك ان النجاح مش بيحميك من الحياة. ماجي وصلت للحاجة اللي نفسها فيها فعلا، بقت نجمة، الناس بقت تعرف اسمها، بقت بتكسب فلوس، لكن كل ده ما منعش الكارثة انها تحصل. وده اللي مخلي نهاية الفيلم مؤلمة، مش عشان اللي حصل لماجي وبس، لكن عشان المشاهد يكون مصدق ان كل التعب ده رايح لنهاية معينة، وفجأة يكتشف ان الحياة احيانا ما بتمشيش بالقواعد اللي احنا متعودين عليها في الافلام. وكمان الفيلم بيقدم واحدة من أبشع العائلات اللي ممكن تشوفها في السينما، لأن أهل ماجي طول الوقت كانوا غايبين، ولما ظهرت الفلوس ظهروا، ولما حصلت المصيبة ظهروا برضو، لكن مش عشانها، عشان مصلحتهم. وده بيخلي العلاقة بينها وبين فرانكي أقوى بكتير، لأن الراجل الغريب عنها بقى أقرب لها من أهلها الحقيقيين. الحاجة اللي بتوجع أكتر إن ماجي قبل الحادثة كانت أخيرا حاسة إنها سعيدة لأول مرة في حياتها، كانت حاسة إنها بقت الشخص اللي كانت عايزاه تبقى عليه. عشان كده بعد الإصابة ما كانتش شايفة إن عندها حياة ترجع تعيشها. هي بالنسبة لها حياتها كانت هناك جوه الحلبة، ولما الحلم ده انتهى حست إن كل حاجة انتهت معاه. أما فرانكي في النهاية بالنسبة له كانت اختبار لشخصيته كلها. طول الفيلم كان بيحاول يحمي الناس اللي بيحبهم، لكن في الآخر اتوضع في موقف مستحيل، موقف مفيش فيه اختيار صح أو اختيار غلط، أي قرار كان هيكسره من جواه، وده اللي مخلي النهاية تقيلة جدا لحد النهاردة. عشان كده فيلم مليون دولار بيبي مش فيلم ملاكمة في الأساس، هو فيلم عن الوحدة وعن الأحلام وعن الخوف من الفقد وعن الناس اللي بتدور على حد يحتويها. وفوق كل ده الفيلم بيقول إن الحياة مش دايما عادلة، وإن أحيانا الإنسان ممكن يعمل كل حاجة صح وبرضه يخسر، ودي يمكن أكتر فكرة مؤلمة وواقعية قدمها الفيلم كله. وقبل ما نختم الفيديو، في حاجة ناس كتيرة ممكن ما تاخدش بالها منها، وهي شخصية دينجر، لأن أول ما تشوفه في الفيلم تفتكر إنه مجرد شخصية كوميدية موجودة علشان تخفف الجو أو تدي شوية مواقف لطيفة وسط الأحداث التقيلة، لكن الحقيقة إن دينجر مهم جدا في رسالة الفيلم كلها. دينجر طول الفيلم كان شخص محدود القدرات، والناس كلها تقريبا شايفاه فاشل أو مش مناسب للملاكمة أصلا. حتى فرانكي نفسه كان رافض انه يتمرن في الصالة، ودايما شايف انه مكانه مش هنا، لكن دينجر ما كانش فارق معاه رأي احد، كان بينزل كل يوم وبيحاول وبيتدرب وبيغلط وبيفشل، لكن بيرجع تاني في اليوم اللي بعده. ولو بصينا عليه هنلاقي انه عكس ماجي بشكل غريب جدا. ماجي كانت موهوبة فعلا وعندها فرصة حقيقية تبقى بطلة عالم، لكن في النهاية حياتها اتغيرت بسبب حادثة مأساوية. اما دينجر اللي الناس كلها كانت شايفاه اضعف شخص، فضل مكمل رغم كل الاحباطات اللي حواليه. وعشان كده المشهد الاخير ليه معنى كبير جدا، لان بعد كل الحزن اللي شفناه وبعد وفاة ماجي واختفاء فرانكي، الفيلم بيختار انه ينهي الاحداث على دينجر. ودي مش صدفة أبدا، لأن دينجر أخيرا بيستوعب الدرس اللي سكراب كان بيحاول يقوله طول الفيلم، وهو إن الخسارة مش نهاية العالم. دينجر بيتضرب عادي وبيخسر عادي وبيقع عادي، لكن المهم يقوم ويكمل. وده تقريبا الفكرة اللي الفيلم بيحاول يوصلها في آخر دقيقة، إن الحياة ممكن تضربك ضربة قاسية جدا، وممكن تاخد منك حاجات بتحبها، وممكن تخسرك أحلامك، لكن طول ما لسه عندك القدرة إنك تكمل يبقى لسه في أمل. وعشان كده وجود دينجر في النهاية مهم جدا،
لأنه بيمثل الجانب التاني من رسالة الفيلم. لو ماجي بتمثل الحلم الكبير والطموح الضخم اللي ممكن تضيع في لحظة، فدينجر بيمثل الإنسان البسيط اللي بيكمل مهما كانت النتيجة. وعلشان كده الفيلم منتهاش على بطولة عالم ولا على حسام بطولة، انتهى على شخص اتعلم انه يكمل حتى بعد الخسارة. وده اللي بيخلي النهاية مؤلمة وفي نفس الوقت فيها بصيص أمل، لأن الفيلم بيقول إن مش كل الناس هتبقى أبطال عالم ومش كل الأحلام هتتحقق، لكن الإنسان الحقيقي هو اللي يقدر يقاوم بعد ما يقع ويفضل مكمل في حياته مهما حصل. بس كده وبينتهي الفيديو، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناة واعمل لايك، وبس كده وسلام.